سلفادور الفارينغا بحار متمارس مزيان، كان مع واحد صاحبو بحار مبتدئ كيمشيو باش يصيدو الحوت في الاعماق ديال البحر. كانوا خدامين مع واحد السيد اللي كان كيعطيهم الفلوكه وكيخرجوا يدبروا على راسهم، وداكشي اللي جابوه تيقسموه بيناتهم والامور غادا مزيان. واحد الايامات واسابيع في البحر كيخرجوا كيبيعوا داكشي اللي صوروا، كياخدو الفلوس كيستريحوا شي ايامات، ومن بعد ما كاين اراك الخطير العاقه في الزو النشاط والخوال الخاوي، يعني ما كيفكروا لا في مستقبل لا والو. واحد النهار كانوا عوالين يخرجوا يصيدوا شي 400 حتى ل 500 كيلو ديال الحوت في البحر. اراك الشاف ديالهم قال لهم عندكم تخرجوا في هذا النهار هذا، لانها غتكون واحد العاصفه اللي قويه وما تنصحكمش، راه ما تلوموا غير راسكم. سلفادور الفارينغا قال له لا ما تخافش الشاف، انا راه مولف بهذا الشيء هذا وعندي تجربه في البحر، ما تخافش عليا. راك سلفادور دراري اللي في راسو ما كان زارو درهم وما عنده حتى شي ريال وباغي يعيش ديك الحياة اللي مولف، قال راه نعفط هو بالصديق ديالو. ما عليناش، ضربوا النهار الاول في البحر، الليله الاولى كلشي دايز مزيان، واكلين شاربين مصيدين مخيرين هما هادوك. النهار الثاني غاديين هما هادوك في العشيه تتبان ليهم الغيام كحله جايه في السما. راك سلفادور عرف بحكم التجربه ديالو في البحر وادي، عرف بان العاصفه راه جايه صعيبه بزاف. الصديق ديالو بحكم انه مسكين ما عنده لا تجربه لا والو في البحر، جلس وبدا تيبكي حداه ما لقى ما يدير. ما عليناش، سلفادور الفارينغا حل واحد اللي بقى تيبان له قدامه ما عنده ما يدير، يعني طحتي في المشكل ديمارا الفلوكه وقصد ليها بيسا. ما عليناش، هو غادي يلا تيضرب واحد 4 حتى 5 كيلومتر، وبكم ان البحر كان متقلب واحد شويه مع ديك العاصفه يسكت ليهم الموتور. سلفادور عيا ما يحاول باش يخدمو ولكن والو، بقى كيضرب فيه وكيحرك ودار جميع الوسائل باش يخدم، والو ما بغاش يخدم. الحل الوحيد اللي بقى عنده هو يهز الراديو ويصوني على الشاف ديالو، قال له بلي راه حنا تحت العاصفه ولا ما لقيتوش شي حل دابا راه غادي نموتوا. الشاف ديالو غيقول له صيفط لنا الاحداثيات باش نعرفوا فين كاين بالضبط ونصيفط لكم الانقاذ. والمشكل الكبير هو ان الجي بي اس اللي غيمكنو باش يصيفط للشاف ديالو فين هو كاين بالضبط حتى هو خسر مع الماء، وبقى كيدوي مع الشاف حتى سكت ليه الراديو. ما بقاش عنده حتى شي حاجه اللي غيتواصل بها مع شي واحد في اليابسه. القضية حماضت، سلفادور شاف وين نوض صاحبو كوردوبا، قال له نوض نخوي الفلوكة باش تخفاف ونتحكمو فيها. خواو كاع داكشي اللي صيدو، كاع داك الحوت اللي تصيد كامل تلاح. بقات عندهم واحد اللعيبة دايرة بحال الصندوقة اللي كانوا كيديروا فيها الحوت والثلج، شدوها قلبوها وبقاو كيتناوبوا، واحد كيدخل تحت منها كينعس والاخر كيبقى فايق، كيخوي كاع داك الماء اللي كيتلاح في الفلوكة باش هكا كتبقى الفلوكة غادا وما تغرقش بيهم. هكا 5 ايام ديال العاصفة، من بعد ما غتساليو ويهزو عينيهم في السما غيلقاو وصفات وغيلقاو البحر هذا. ولكن المشكل هو انهم من غيدوروا في عينيهم في جميع الاتجاهات غيلقاو كلشي زرق، يعني وسط البحر وتالفين وما عارفين فين غاديين. قرطبة زاد مع الزايد مسكين وبقى كيبكي وبانت ليه الموت قدامه، ولكن الفارينغا بقى بالايجابيه ديالو، عنده الامان ان رجال الانقاذ واحد النهار وفي اي لحظه غادي يجيو ينقذوه. مسكين ما عارفش بان حتى رجال الانقاذ كانوا جايين ينقذوه، من شافوا ديك العاصفه كامله قالوا صافي ما يمكنش يكونوا عاشوا وغيكونوا غرقات بهم الفلوكه ورجعوا في حال. حسوا بالجوع، وكيف ما قلت لكم سلفادور الفارينغا والايجابيه ديالو ما غاداش تخليه يستسلم بالزربه. اختار واحد الطريقه بدا تيصيد بها الحوت، ولا كيتكا على الفلوكه هكا بصدرو وتيلوح يديه في الماء وكيسمر حتى تدوز شي حوته وكيجرها عنده الفلوكه. كانوا تيجيو الطيور فوق الفلوكه باش يرتاحوا، وكانوا كيشدوهم وكيقصيوهم، وكانوا كيشدوا حتى دوك الفكارن ديال البحر، المهم هما يعيشوا اي حاجه بانت ليهم ما كتزقلش. من بعد هاد المده ديال 13 يوم تقريبا ما صبات لا شتا لا والو، ولاو كيشربوا البول ديالهم وكيشدوا الفكارن وكيشربوا الدم ديالهم باش ما يموتوش ناشفين. من بعد داك النهار سمعوا صوت ديال الرعد والجو ديال الشتا جاي، قدروا يديروا بعض الحلول باش يجمعوا داكشي اللي قدروا عليه من ديك الشتا اللي غادا تصب. المهم الشتا جات وتجمع عليهم الماء، بقاو كيقتصدوا عليه تيشوفوا القضيه فين غتخرج. حبسات الشتا وبقى غادي بهم التيار كيف العاده وسط البحر، كلشي زرق ما عارفين فين غاديين، وما غاديين مع التيار. واحد شويه ولاو تيلقاو شي حويجات غراب بحال القريعات ديال الميكا، كانوا كيهزوهم وتيخبيوهم باش من تصب الشتا يبداو يعمروهم بالماء. واحد شويه وما غاديين وسط البحر مع التيار حتى كتبان لهم واحد الميكا جايه سارحه، تيقولوا ما نعرف شنو غادي تكون في ديك الميكا، حتى وصلت عندهم هزوها. اي تفاجئوا غيلقاو فيها واحد شويه ديال الخيزو وواحد شويه ديال الكرومب
وواحد الكرتونة ديال الحليب بيريمي صحاب الكلاحوها حتى هي ما زقلوهاش. يعني ما تصوروش شحال هادشي شحال فوج عليهم. مقوش هذاك الروتين ديال البحر اللي كتعاود يوميا بنفس الشكل، يعني مقوش ما بقاو وسط البحر مدة طويلة وكيتذوقوا غير داكشي اللي تيصيدوا ديال العصافير وديال الفكارن والحوت. يعني من غيذوقوا هاد الشي غيحسوا بشي حاجة تغيرات فيهم، يعني لوغو جديد غيبان لهم هيد جديد في الحياة. ما عليناش، داز داك النهار وغيبقاو غاديين بنفس الروتين، يعني نفس الشيء تيتعاود يوميا حتى عقلهم ولا كيدور في الخوا، ولاو كيحسوا بالملل بزاف، وداك الشيء بحال بدا تيلعب عليهم ولاو تيحسوا براسهم تيفقدوا شويه السيطره. ما خلاو ما داروا باش يتحاربوا مع الملل. ومن بعد 60 يوم في وسط البحر كوردوبا غادي يبدا يحماق. بقى كيحاول زعما باش يبقى بعقلو ولكن والو، داكشي لعب عليه بزاف. ومن بعد 4 شهور غيحبس الماكله وغيبقى هكاك حتى غيموت. الفارينغا مسكين تصدم، الوحيد اللي كان مونسو وكان تيتعاود هو وياه وتيحاربوا الملل مات، ودابا غيبقى بوحدو. هما بجوج كانوا قانطين، فما بالك الفارينغا غيبقى بوحدو. وبقوة اللي تصدم ما غاديش يلوحو بالفلوكه وغيخليه هكاك ميت في الفلوكه وغيبقى يتعاود معاه، يعني كل نهار بحال هو راه عايش. دازت شيامات وغيبدا يبانلو بلي داكشي ما مسلكش، يعني غيبقى يهضر مع صاحبو وهو ميت، ولا تيقول راسو الا بقيت هكا حتى انا غادي نحماق. صافي هو يلوح. ومن بعد هادشي غادي يتبدل عنده الروتين في البحر، غيولي غير عايش وصافي، ما بقاش قاد على داك العالم، كيساين غير وقتاش يموت. يعني قوة هذيك الوحدانية والفراغ وكلشي تيتعاود يوميا حس بداك التأثير كبير عليه. ولا باش ما يحماقش كيخترع عالم غا مع راسو، كيتخيل انه عنده حياة اخرى وكيتلاقى مع ناس اخرين وكيسافر معاهم كيمشيو لبلايص زوينين، وهكذا ولا تيدوز الروتين اليومي ديالو. يعني ديما كيوهم راسو انه هو راه عايش في بلاصه اخرى واخا هو وسط البحر، وفي نفس الوقت هو كيتمشى في ديك الفلوكه اللي فيها 7 متر وكيمشي وكيجي هكا، كيخلي الجسد ديالو قابل للحركه، وهو كيعيش داك العالم مع راسو. شحال من مره كتبان له شي سفينه كبيره دايزه ديال نقل البضائع دايزه بعيده عليه بواحد شويه. يعني تخيلوا معايا الامل الوحيد تيبان له دايز من حداه، ولكن راه كيعيا ما يعيط والو، ما كيشوفوش وما كيسمعوش، وكيرجع للواقع ديالو عاوتاني. الفارنغا كان تيجلس في الفلوكه بالليل وكيشوف القمر وتيحس بالشعور، حتى هكا كانوا علموه جدودو. واحد النهار غيوصل القمر للمرة 15، كان جالس في الفلوكة كيف ديما وعقلو سارح في الحياة اللي كان ممكن يكون كيعيشها دابا. تا بدات كتبان ليه هو، قال مع راسو ويلي هو راه تتكون حدا الارض، واش انا زعما نكون قربت من شي ارض؟ وبقى غادي واحد شويه تا بدات كتبان له واحد البلاصه دايره بحال شي جزيره. بدا تيقول مع راسو لا ما يمكنش، بقوه اللي خاف ما تكونش بصح هذيك الجزيره، ورجع لديك الحياه العذاب وسط البحر. شويه بدات كتبان ليه ديك الجزيره باللي راه بصح، وفرح بزاف وبدا تيقول ما يمكنش. بقى زين وكيشوف في الجزيره، غير خاص التيار يجرو لديك الجزيره الا ما ردوش ورجعوا وسط البحر عاوتاني. يعني صدقات له هاد المره وطلع عليه الزهر وقربوا التيار شويه وهو يتلاح. عام وصل ليابسه. من بعد هذيك المعاناه كامله وصل للارض، وبقوه الفرحه شد في ديك الرمله بحال شد في شي دهب. بقى غادي كيجري حتى وصل لواحد الدار لقى فيها واحد الناس، عاود ليهم ليستوار كامله وقال لهم فين انا. لقى راسو بعد على البلاصه اللي دار بنا الديبار ب11,000 كيلومتر. كان باين عليه تكرفيس في صحيحته. داو للسبيطار هذوك الناس، داو للسبيطار حيت كانت باينه عليه عيان، حيت في البحر كان كيشرب الماء قليل وما كانش مولف الجسم ديالو الماء بزايد. منين خرج وبدا كيشرب الماء بدا كيتنفخلو الجسم ديالو كامل. من بعد 10 ايام في السبيطار تعالج وتحسنات الحالة ديالو شوية، تما غير رجع لبلادو وغيتلاقى مع عائلته. فرحوا بزاف منين شافوه، كلشي بدا تيعنقو وكلشي فرحان. يعني داك النهار هو النهار الكبير عندهم في الدار. من بعد غيمشي بدا يقلب على عائلة صاحبو باش يوصل لهم شنو كاين وغيعزيهم. المهم هاد القصة كتعلمنا بأن الإنسان ما خصوش يفقد الآمال، ضروري كيجي الفرج إلا بقى الإنسان مآمن وإيجابي. شاركوا القصة مع الأصدقاء ديالكم وما تنساوش اللايك وتعطيونا الرأي ديالكم في التعليقات، وشكرا بزاف ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.